السلام عليكم، ازيكم؟ يلا بينا نعمل الفراخ المحشية، حاجة كده عظمة وشيك وهتشرفك على سفرتك. لايك وشير للفيديو. واول حاجة بحضر الفرخة بتاعتي تكون وزنها من كيلو ونص لاتنين كيلو، وبغسلها بالمحلول المائي كويس قوي وبنشفها. بعد كده اول حاجة ببدأ فيها معايا بصلة صغيرة مبشورة، وبضيف عليها ملح وفلفل وبقلبها كويس قوي. وبعد كده هتبل الفرخة بتاعتنا كويس جدا كويس قوي واسيبها على جنب ربع ساعة. ده اهم حاجة عندي في الفرخة بتاعتي النهاردة. بعد كده نشوف بقى طريقة تحضير الخلطة بتاعتنا ايه. بحضر معايا بصلة كبيرة بالشكل ده وفص توم واحد بس. فص التوم ده هيفرق جدا جدا في الخلطة بتاعتنا النهاردة. هفرمهم كويس قوي في الكبة او تبشريهم طبعا. بعد كده بحضر طاسة على النار وبسخنها كويس قوي وبنزل فيها بمعلقتين من الزيت، وبنزل بالبصلة المبشورة بتاعتنا واشوحها كويس قوي. انا هنا مش عاوزاها تاخد لون، انا بشوحها بس، يعني بتبلها. وهنا لكل فرخة نص كوباية من الرز، لكل فرخة بنبه تاني نص كوباية من الرز. بعد لما شوحت البصلة بتاعتي بنزل بنص كوباية من الرز مغسولة ومتصفية كويس قوي، وبقلبهم مع بعض كده، وبنزل عليهم بقى بمعلقة صغيرة من الملح والفلفل والكمون وبهارات الفراخ. بهارات الفراخ دي من عند العطار يا بنات. بقلبهم كويس قوي وبنزل بربع كوباية من المية، علشان انا عاوزة الرز هنا يستوي 50% بس، لان بيكمل سواه في الفرخة بتاعتنا. بغطيهم وبسيبهم 5 دقايق. بعد الخمس دقايق الرز استوى معانا 50%، وده اللي انا عاوزاه النهاردة. هنحشي بقى الفرخة من جوه وبين اللحم والجلد والاوراق بالشكل ده. وطبعا هنقفلها من فوق بخلة من عند الرقبة كده. وبعد لما نحشيها هنكتف رجليها بالشكل ده، وهنقفلها باتنين خلة برضو بالشكل الجميل ده. يلا بقى نشوف طريقة تسويتها هتبقى عاملة ازاي، سهلة وجميلة ومش هتاخد منك وقت ابدا، وهتجربيها على طول بعد لما تشوفي الفيديو ده. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك الجميل. بحضر حلة وبسخنها كويس قوي، بنزل فيها بمعلقة من السمنة البلدي وبشوح الفرخة على الوجه ده والوجه ده لحد ما تاخد اللون الذهبي ده. بعد كده بنزل عليها بالبوكيه جرنيه بتاع الشوربة، اللي هو بصلة وطماطمايه وجزرايه ورق لورا وملح وفلفل، وبكون محضرة مية مغلية وبنزل عليها بالشكل ده. بسيبها بقى تغلي على نار متوسطة ساعة الا ربع علشان تستوي معانا. بعد الساعة الا ربع ده كان شكلها استوت معانا جدا. بطلعها بقى من الشوربة بالشكل ده في صينية وحسبي تتفكك معاكي. تعالوا بقى نشوف الغلاف بدهنه ازاي. معايا عصير ليمونة ومعلقة صغيرة من الصلصة ومعلقة صغيرة من الهوت صوص لو عايزاها سبايسي، ومعلقتين من الزيت، وبقلبها كويس قوي. ولو عايزة تحطي ملح وفلفل، بس طبعا انا متبلاها بالملح والفلفل، الملح هنا كافي جدا. وبدهنها على الوجه ده والوجه ده، وبدخلها تحت الشواية 10 دقايق. وبجد طلعت لوحة فنية بالشكل ده، جربوها.